تعرف حد اشترى عربية زيرو قبل كده؟ أي حد بيشتري عربية زيرو بيبص على العداد بتاعها بيلاقيه زيرو 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 زيرو، عشان كده هي اسمها عربية زيرو. اللي انت ما تعرفوش ان العربيات الزيرو دي لما حد بيروح يشتريها هو بيبقى فاكر ان هي ما مشيتش خالص، لكن في المصنع بتاعها هي لازم تكون مشيت على الاقل 10000 كيلو تجربه واختبارات وتستنج، ورايحه وجايه، ويطلعوها على مطبات عاليه، ويطلعوها على وينزلوها على منحدرات، ويبداوا يختبروها ويشوفوا الموتور بتاعها عامل ازاي، وفي الاخر خالص لما بترجع للمصنع بيروحوا مصفرين العداد علشان يخلوها على الزيرو، فتبقى انت جايب عربيه زيرو. نفس الكلام ده عليك انت. اوقات بتفتكر ان انا لسه ما بداتش، انا لسه مش عارف ابدا، انا لسه تايه، انا عايز اقول لك ان كل اختبار وكل تجربه انت بتعدي بيها، وكل مشكله بتطلع لك، وكل حوار بتخش فيه وبيبوظ وبتفشل، كل دي اختبارات انت بتعدي بيها علشان لما تلاقي التراك المظبوط والتراك السليم تبقى على الزيرو. صباح الجمال.